لو شات جي بي تي قرر يعمل قناه يوتيوب تقدم الكتب زي قناتي دي بالظبط. ولو ما تعرفش، شات جي بي تي ده احد تولز الذكاء الاصطناعي، منتشر بقاله فتره جدا وناس كتير اتكلمت عنه. شات جي بي تي كمان عنده قدره عاليه جدا في الرد عليك، بياخد من كلامك ويرد، وناس كتير قالت ان هو اشبه بانسان بيرد عليك، يعني كانه صديق كده عمال تتشات معاه. وهنا انا قلت خلاص كده يا شات جي بي تي هسلمك قناتي وانا قلبي مرتاح. وفعلا دخلت على شات جي بي تي وبدات اتكلم معاه واطلب منه شويه حاجات. تعالوا نشوف رده. ودلوقتي هنستعين بتليفوني وابتدي ان انا اتكلم معاه او اوريكم الشات ما بيننا، يعني ما بيننا انا وشات جي بي تي. اوكي، وهحط على السكرين كده صوره للكلام ده. المهم بدات ان انا اتكلم معاه واساله عايز عناوين لقناه كتب على اليوتيوب. بصوا احنا هنتكلم هنا كده ارتجالا عشان مش مجهزه. حلو. طيب اول حاجه العناوين اللي قالها لي، يعني عناوين اكتشفت فيه موهبه مدفونه اعتقد ان هي تستحق دفن اكتر. يا ربي. الاشياء الجميله في الكتب مالها؟ الزاويه الكتابيه، مملكه القراء، خطوط واقلام، صفحات وكلمات. وهنا اكتشفت ان هو بيلزق لي اي كلمتين على بعض يلا خلصنا منها. العناوين خلصنا. ننزل اكتر. الصالون الادبي، الغرفه القرائيه، يعني لا غرفه قرائيه عشان بصور في غرفه يعني مثلا انا مش انا مش هتعصب عليه، انا مش هتعصب. انت لو انسان مش عارف كنت هعمل فيك ايه دلوقتي. رحت سالته تاني قلت له لا ده مش حلو، انا عايز عناوين بالعربي وتنفع لقب لشخص. قلنا تنفع لقب يمكن نسهلها عليه. وهنا عاملني باتيتيود حماده هلال وقال محب الكتب، عنوان بديهي جدا بس ماشي. الروائي، صاحب الصفحات، هي صفحه واحده غلبانه يتيمه محدش حتى فيها مشترك. عاشق الادب، الباحث عن المعرفه، مدمن القراءه. طب بلاش، قلت له نكتب عناوين تانية. متعه القراءه ومدون الادب. الله يا شاعر يا شات جي بي تي، والله شاعر. طب نقول انا قعدت اطلب بقى منه عناوين، يعني انا مكمله معاه قلت يمكن يطلع منه فايده والاقي عنوان كده في النص عدل، مفيش. طيب قلت له عناوين اكتر، لقيت بيقول لي بقى شيخ الكتاب. ده شيخ الحاره يعني. ما انا عارفه ان سخيف، بس عشان هو سخيف فانا حابه ان انا اسخف في الافيهات بتاعته، معلش استحملونا بقى. خلاص. مجنون القراءه وعاشق الورق. قلت له ايه، تبعت لي عناوين عاميه روشه وتنفع لقب، يعني بسهل له، بحاول ان انا اسهل عليه اكتر من كده. قلت له يا جدعان لا انت كده عاميه قوي. بدأ برضه نفس الهبل بقى. قرايه ولا مليون جنيه؟ مليون جنيه يعني اكيد في الزمن ده لازم مليون جنيه. صاحب الكتب المجانيه، كان على عيني، مفيش كتب مجانيه يا اخويا، كتاب دلوقتي بقى 200 و 300 جنيه. المهم انا قلت لنفسي خلاص هو ملوش في العناوين، اكيد هيبقى ليه في الكتب. يقول له اكتب لنا سكريبت الحلقه مثلا عن كتاب ما ونشوف هيعمل لنا ايه. والله لو نفع وشال الموضوع تمام هسلم القناه من قلبي مرتاح والله، واخلص بقى من التعب اللي انا فيه ده هو تعبني نفسيا. والله ما لقيناش منه رجا يبقى يبقى ثبتنا ان احنا كفاءه. المهم في روايه انا كنت بقراها من فتره يعني اسمها ساق البام، وعلشان اسهل لكم الدنيا عشان تفهموا اللي هو يعني هيقولوا ان هي الروايه دي بتتكلم بوجه عام عن شخص كان شخص كويتي، هو كويتي فلبيني. حلو. هو مولود في الكويت لاب كويتي والام فلبينيه، واحكي لكم القصه دي بعدين. المهم هي القصه كلها بتدور في الفلبين في الكويت ومالهاش علاقه باي حاجه الا كده، ان هو بقى ازمه هويه وقصص كده كتير. تمام. تعالوا نشوف بقى لما طلبت منه يكتب لي سكريبت عن ساق البام قال ايه. طبعا انا هشغلها لكم على الشاشه، يبقى انا كده قلت له اكتب لي سكريبت تمام عن كتاب ساق البام. فقال لي طبعا يمكنني كتابه سيناريو عن كتاب ساق البام للكاتب سعود، انا كنت قايله على فكره اسم الكاتب سعود السنعوسي. هذا هو السيناريو. يفتتح السيناريو بمشهد يظهر فيه الكاتب سعود السنعوسي وهو يتحدث عن تجربته الشخصيه في العيش في اليابان لمده عام، وكيف انه قرر كتابه كتاب عن ساق البامبو بعد تجربته الفريده. طبعا معلومه ان اصلا الكاتب سعود السنعوسي مش ظاهر في الكتاب اصلا، هو مجرد هو الكاتب من بره ومحدش راح اليابان في القصه دي. المهم بعد ما حرق دمي شويه المشاهد اللي ملوش اي نوع علاقه يعني بالبتاع بالروايه، قلت له لا مش صح، عايزه قصه روايه ساق البامبو، انا بحاول اخليني مع الاخر ويا ريتني ما خليتني مع الاخر، انا اصلا مش عايزه اكمل معاه. فراح قال لي اعتذر عن التحلل، هذا هو تلخيص روايه. وبدا يكتب لي بقى تلخيص تاني. تدور احداث الروايه حول شخصيه رجل يعيش في اليابان، هو مصر على اليابان مش عارفه ليه، ويتعلم الكثير عن الثقافه اليابانيه. قلت له كده من الاخر انت مش فاهم الكتاب، هو اصلا مش بيدور في اليابان. اعتذر تاني اذا كانت اجاباتي السابقه غير كافيه او لم تكن دقيقه بما يكفي، يمكنني الان تقديم تلخيص اكثر دقه لروايه ساق البامبو للكاتب سعود السنعوسي. طب نشوف التلخيص الجديد يمكن يكون عارف غلطته وجاوب.
تتحدث رواية ساق البامبو عن رجل يعيش برضه في اليابان. يعني قلت والله ما بيدور في اليابان والله العظيم. قلت هو المصحف الرواية ما جابت سيرة اليابان، انا كده جبت اخري معاه. اعتذر مرة اخرى عن الخطأ السابق في اجابتي، فعلا رواية ثقب البامبو اللي كانت سنة سنوات لا تدور في اليابان. والله امال ده كل اللي فات ده كان ايه؟ ولم تتحدث عنها. وفي مجال تلخيص، تدور احداث الرواية حول شخصية رجل يعيش في الصحراء العربية ويعاني من مشاكل في الحياة الزوجية والعائلية. أقسم بالله ما حصل. قلت آخر ما جبت آخر قلت له يا اسطى والمصحف ما ليه علاقة بالصح. أعتذر بشدة. ما أنا مقيس إن أنت بتعتذر بشدة. تقدر تعتذر بشدة ما تجاوب صح من الأول. المهم أعتذر بشدة، كانت إجابتي السابقة غير دقيقة ولا علاقة لا برواية ساق البامبو أو عشان قلت يعني يا اسطى والمصحف يعني فافتكر إنه كمان مصحف ماشي أو المصحف. لا أعلم كيف حدث هذا الخطأ. للتوضيح، المصحف هو كتاب مقدس في الاسلام يحتوي على نصوص القران الكريم، وهنا اكتشفت ان هو اغبى من ناس كتير اعرفها. المهم قلت له بس ما اقصدش ده احد اساليب الحلفان للتاكيد انك غلط. نعم تماما احد اساليب الحلفان هو استخدام عبارات الاعتذار والتاكيد على الخطا لإظهار الندم. المهم اخر ما زيت قلت له انا اللي اسفه اني سالتك. راح قال لي لا يوجد داعي للاعتذار، فانا هنا لمساعدتك بافضل ما لدي، ولكن احيانا يمكن ان يحدث الخطا والالتباس في الفهم والاجابه، وانا اقدر تفهمك واحترامك للمعلومات الصحيحه والدقيقه، واتمنى ان تتلقي اجابتي الاخيره بشكل ايجابي. وطبعا من الاخر زي ما انتم شفتوا كده ان هو لا ذكاء ولا حتى اصطناعي، كانت القرف في شكله، حرق دمي وغصني. المهم يعني هو بيحاول بس ان هو يتوقع الكلام، يعني ياخد كلمه من كلامك يحطها ويظبطها. لا هو بيعقل الكلام ولا قادر حتى يبتكر ولا حتى يبحث. يعني لو كان بحث ودخل كده على جوجل زي ما بندخل على جوجل يمكن كان جاب لي كلمتين فعلا عن الروايه، يعني ريحني بدل القرف اللي هو وريهوني ده. بس السؤال هنا، هل ممكن يجي في يوم يحدث تطورات في الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يبقى عنده القدره ان هو يعمل ابتكارات ومشاريع وافكار واحنا نركن على جنب؟ والله ميبي كل الحاجات اللي احنا بنستعملها حاليا كانوا زمان بيفتكروا ان هي خيال وممكن ما تحصلش، وطبعا ده درس نتعلمه لان ممكن فعلا يجي في يوم الذكاء الاصطناعي يعمل كده، الله اعلم. بس الى الان انا اطمنت، احنا لا نستبدل، لسه الانسان عنده قدره على الابتكار، ده يعني لو هو لسه بيبتكر يعني، ولسه عنده قدره ان هو يعمل مشاريع وافكار وحاجات لذيذه كده نقدر ان احنا نستمتع بيها. ودي بقى كانت حلقه كده خفيفه استعدادا للقادم، استنوا ملخص للروايه اللي الفاشل ده معرفش يلخصها، بس المره دي هتبقى روايه من تلخيص مني انا. دلوقتي اقول لكم كنتم مع كتاب من الاخر وانا مروه خير عشان ما قلتلكمش في الاول. سلام.